البنك المركزي المصري هيبيع البنك العربي الافريقي، او البنك المركزي المصري هيبيع حصته من البنك العربي الافريقي. وسواء ده او ده، كده في خطر على فلوسنا في البنك العربي الافريقي. ده طبقا لتعبير اغلب الناس اللي مستثمرة في البنك العربي الافريقي، واللي هم في الاغلب فاتحين حساب الجولدن بلس اللي هو بعائد 20%، او حتى لو كانوا مستثمرين من قبل حساب الجولدن بلس اللي بعائد 20% وحاطين فلوسهم في البنك العربي الافريقي. فهل فعلا الخبر ده صح وممكن البنك المركزي المصري يبيع العربي الافريقي؟ ولو ده حصل فعلا وباعه، في خطر على فلوس الناس ديت في البنك العربي الافريقي لو تم بيعه؟ تعالوا بقى نوضح الموضوع ده واحدة واحدة كده ونقول لكم ايه التفاصيل بالظبط. السلام عليكم اعزائي متابعي قناه بنوك مصر. قبل اي حاجه خالص، دعواتنا وتحياتنا لاخواتنا في فلسطين. ربنا ينصركم ويصبركم ويرحم كل الناس اللي ماتت، وربنا يزيح الغمه ديت في اقرب وقت ان شاء الله. خلونا نخش في موضوع حلقتنا على طول ونتكلم على الخبر اللي منتشر كتير جدا خلال اليومين اللي فاتوا. بيتكلم على بيع البنك المركزي للعرب الافريقي، او بمعنى اصح بيع البنك المركزي لحصته في البنك العربي الافريقي. وناس كتير سألتنا وبعتت لنا على القناة وقلقانة اللي هي مستثمرة في البنك العربي الافريقي، وفي الاغلب فاتحين حساب الجولدن بلس اللي كنا منزلين عنه اكتر من حلقة ان هو مميز جدا، بيديك عائد بيصل الى 20%، فيعتبر افضل من الشهادات، ومعاك مرونة تسحب وتودع في اي وقت. فطبعا الناس بعد الخبر ده قلقانة جدا. طب كده ممكن يبقى في خطر على فلوسنا في البنك العربي الافريقي، ولو القرار ده صح وحصل ممكن ما نعرفش ناخد فلوسنا، وممكن البنك العربي الافريقي ما يرضاش يدينا فلوسنا اللي احنا حاطينها في الحساب او في اي حاجة تانية في البنك العربي الافريقي. طيب هل القرار ده صح؟ القرار ده صح، ولكن البنك المركزي مش هيبيع البنك العربي الافريقي كله، لان البنك المركزي عندنا ما يملكش العربي الافريقي كله. بمعنى أصح أو بالتفصيل، البنك المركزي عندنا بالتعاون أو مع هيئة الاستثمار الكويتية بيملكون من البنك العربي الإفريقي نسبة 49.4% من 100% من أصول البنك العربي الإفريقي. الحكومة عندنا بالتعاون برضو مع هيئة الاستثمار الكويتية بتفكر إن هي تبيع 20% من حصتها من البنك العربي الإفريقي، وده طبقا لبرنامج الطروحات اللي متبعاه الحكومة في الوقت الأخير، وطبقا لشروط الصندوق عشان توفر سيولة دولارية. فكده معانا ان القرار صح، ولكن البنك المركزي زي ما قلنا بيمتلك نسبة من البنك العربي الافريقي، هيبيع نسبة منها مش هيبيع كلها. طيب لو نفترض ان البنك المركزي فعلا هيبيع نسبة 20% او حتى هيبيع نسبة 49.4% كلها في البنك العربي الافريقي، وده تم فعلا، هل كده في خطر على فلوسنا في البنك العربي الافريقي؟ وهل فعلا ممكن نروح ناخد فلوسنا البنك العربي الافريقي ما يرضاش يدهنا؟ اجابة قاطعة لا يا جماعة، مفيش اي قلق على فلوسك لو البنك المركزي باع حصته في البنك العربي الافريقي او حتى باع جزء منها. ازاي يا عم حضرتك؟ مش من الطبيعي اساسا ان البنك المركزي اللي هو بيبقى ابو البنوك واللي هو بيشرف على البنوك كلها يبقى ليه جزء في اي بنك. ده الطبيعي اساسا في اي دولة، ان انت ما ينفعش تكون انت اللي بتشرف على البنوك كلها وبتراقب عليها وليك جزء معين او مستثمر في جزء من بنك معين. طبعا الكلام ده كان حصل عليه تقرير قبل كده، وان البنك المركزي عاوز يبيع برضو المصرف المتحد عشان ما يبقاش ليه حصة فيه، وعشان بيراقب على البنوك والكلام ده كله. فاللي انا عاوز اقوله لحضرتك ان حتى لو البنك المركزي باع حصته في البنك العربي الافريقي كلها، ده ما فيهاش اي قلق. وده بدليل ان في بنوك كتيرة جدا البنك المركزي عندنا بيشرف عليها والبنك المركزي ملوش حصة فيها. عندك مثلا على سبيل المثال السي اي بي، وعندك يو ان بي، وعندك مثلا البنك الاهلي الكويتي، وعندك مش عارف ايه وايه. عندك بنوك كتير جدا. احنا عندنا في مصر تقريبا بتاع 38 او 40 بنك موجودين في مصر. مش كل البنوك ديت البنك المركزي مستثمر فيها، ومش كل البنوك ديت البنك المركزي ليه نسبة فيها. فطبيعي جدا البنك المركزي بيراقب على كل البنوك ديت وبيشرف عليها وملوش جزء فيها، وبالتالي الناس اللي مستثمرة في كل البنوك التانية اللي البنك المركزي ملوش حصة فيها، فطبيعي الناس مش قلقانة، والناس بتاخد فلوسها وبتودع وقت ما هي عاوزة، فما فيش اي قلق.
فسواء البنك المركزي باع حصته في البنك العربي الافريقي كلها او جزء منها، وانت فاتح حساب الجولدن بلس او اي حساب او رابط اي شهادات في البنك العربي الافريقي، مفيش اي قلق على فلوسك. الامر ده امر طبيعي جدا. وزي ما قلنا اغلب البنوك البنك المركزي عندنا ملوش حصة فيها، والبنوك مستقرة والبنك المركزي بيراقب عليها. اي بنك في مصر طالما تحت رقابة البنك المركزي ما تقلقش منه. ده كده باختصار كان موضوع حلقتنا النهارده، عشان الناس اللي عماله تسأل على بيع البنك المركزي لحصته في البنك العربي الافريقي والقلق اللي هم حاطين نفسهم فيه. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. اتمنى طبعا يكون الحلقه نالت اعجاب حضراتكم واستفدتم منها ولو استفاده بسيطه. ما تنسوش طبعا تنزلوا اشتركوا في القناه وما تنسوش اللايك على الحلقه، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. شكرا.